بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم فيديو هيعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده حطيت العجينه بتاعتي في البراد وهنشوف هنعمل بيها ايه. انا جايبه بوله وهنحط عليها كوبايتين دقيق، وهنحط معلقتين كبار من نشا، وعليهم معلقتين كبار من السميد بتاع البسبوسه، ومعلقتين برضو كبار من اللبن البودر، وكمان نص معلقه فانيليا تديها ريحه كده حلوه، وكمان ذرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، وكمان ذرة بيكنج باودر. دي الحاجات الجافة نقلبها مع بعض كويس. أنا عايزاها تختلط مع بعض كويس قبل ما نحط المية بتاعتنا. هنجيب كوبايتين بنفس المعيار، كوبايتين مية دافية دافية كده زي دمعة العين، وهنضيفهم للدقيق، وبالمضرب اليدوي كده تقلبي فيها كويس جدا علشان تلغي اي تكتلات. مش عايزة اي تكتلات، عايزة تحطيهم كمان في الخلاط براحتك، يعني عندك الاختيار ليكي تعمليهم في الخلاط او بايديكي كده بالمضرب اليدوي. هتبان العجينه كده شايفاها ناعمه معاكي، هتختبريها بالمعلقه، تحطي المعلقه وتطلعيها وبصبعك كده تعملي خط. لو ما تقربش لبعضه يبقى العجينه نجحت معاكي. هنا انا عشان اطمن هنحطها في المصفى. انا عايزه اصفيها علشان لو في اي تكتلات كده تختفي مني. لو عملتيها في الخلاط ومش عايزه تعملي الخطوه دي براحتك برضو. بعد ما خلصت العجينة خلاص هنغطيها نكب كده بالسكوتش علشان تخمر شوية. انا مش عايزاها تخمر كتير، حوالي نص ساعة كده اسيبها كده في مكان دافي عبال ما تخمر معايا. اول ما تلاقيها طلعت كده انابيل كده وبقليل كده تعرفي انها خمرت. تقلبيها كويس عشان انا مش عايزه ريحه الخميره تبقى موجوده فيها، وتحطيها في البراد بتاعك زي ما انت شايفه كده، وهنشوف هنعمل بيها ايه. هنا على طاسة كده تيفال تكون ما بتلزقش فيها الحاجة، أهم حاجة، وهنعمل بيها أحلى قطايف ممكن تعمليها في البيت. طبعا أحسن من ما تنزلي بقى السوق وتقفي عند بتاع القطايف، تقفي طابور قد كده. لا، دي هتسهل لك الدنيا في أي وقت، في أي وقت عايزة تعمليها، بالليل في النهار هتعمليها. زي ما انت شايفه كده اول ما تلاقيها عملت انابيل كده وبدات تنشف العجينه، العجينه بتبقى فيها عجينه كده بيضه تنشف معاكي، تبقى خلاص يبقى استوت. شايفاها لونها جميل ازاي. انا مش عايزاها غامقه علشان لما اجي احمرها واقليها في الزيت ما تغمقش معايا. انا هعمل هنا مقاسات مختلفه، مقاسات كبيره علشان انا هعمل منها حادق المره دي، وهعمل مقاسات صغيره افرزها. زي ما انتم شايفين بتعمل معايا كمية كبيرة، بتوفر لي فلوس وتوفر لي وقت وتوفر لي ان انا انزل واتبهدل تحت او اي حد ينزل يجيب لي. شايفين المقاسات الكبيرة دي هنعملها، هنحشيها حوادق. شايفين العجينة طرية ازاي وجميلة، وكمان ما بتشربش زيت ومش مكلفة خالص. كوبايتين دي زي ما انت شفتي كده عملت لي كمية حلوة قوي. طبعا هتوفر لك كتير جدا. شايفاها بتلزق في منتهى السهولة، ولونها جميل وطلعت ناجحة جدا، وكل المكونات هتبصي تلاقيها في اي بيت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسنيش بقى في اللايك، علشان لسه هعمل لكم بقى الكنافة البابلز بقى وشوفوا جمالها. زي ما انتم شايفين كده انا عملت صدق، كان صدق مسوياه يعني، وحطيت عليه جبنة موتزاريلا، وهنلفهم كده وهنقفلها. زي ما شايفين واحدة كبيرة كده علشان انا كنت هنتسحر عاملاها جنب السحور، يعني مش عاملاها على الفطار. بس فقلت فكرت اعمل لهم حاجة جنب السحور، ففكرت ان انا اعمل لهم قطايف واحشيها حوادق كده وتبقى حاجة جديدة. زي ما انتم شايفين هنعمل الكمية بتاعتي كلها، شايفين مقاساتها كبيرة، وسبت بقى الكمية الصغيرة افرزها في وقت تاني. حشيتها، شايفين ادي الكمية عملت لي كمية وفيرة جدا. كل ده هشيله في الفريزر، هحشيه مكسرات واشيله في الفريزر. هنيجي بقى نحضر الزيت بتاعنا اللي تكون حرارته مناسبة، مش سخنة قوي ومش باردة قوي علشان ما يحرقلكيش العجينة. تحطي الكمية كده وتهدي النار شوية، وتقلبي كده واحدة واحدة. انا مش عايزاه يشرب زيت، مش عايزة الزيت يبقى بارد، ومش عايزاه تتحرق في نفس الوقت. واحدة واحدة كده تطلع لك اللون الذهبي الجميل كده.
تطلع في منتهى الروعة، وما بتشربش زيت خالص زي ما انت شايفة كده لونها، مشربتش زيت خالص، طلعت خفيفة في منتهى الجمال. هنقلي الكمية بتاعتنا زي ما بقول لكم، عايزين تعملوا صغير تعملوا، عايزين تعملوا كبير تعملوا، في ايديكي تعملي وتوفري وقت وفلوس وكل حاجة سهلة زي ما انت شايفين بقى الصدق والجبنة استووا، طعمها ما اقول لكمش على الجمال، كانت جميلة وما شربتش، اهم حاجة ما شربتش زيت، طلعت خفيفة جدا، ده واحدة بوحدتها ما اتفتحتش معايا وانا بنقليها، وطلعت جميلة جدا وخفيفة جدا جنب السحور كده، كانت لسه سخنة بقى بتلسوع. هوريكم اللي شايفين الجبنة والصدق، تعملي بقى جبنة، تعملي جبنة صدق، بسطرمة بالجبن، جبن بس اللي موجود عندك. يا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لناس تانية، وانتظريني في فيديو قادم. شايفين ناشفة ازاي، بخبط عليها مقرمشة وجميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.